لو كريستيانو راح لعب مع ميسي في كاس العالم للانديه الاهلي هيختفى تماما. طب هيختفى ازاي؟ ده الاهلي يا عم. الاحصائيات بتقول ان ممكن الاهلي يتهزم من 4 اهداف ل7 اهداف لو قابل انتر ميامي وكريستيانو موجود. طب لو ميسي بس، الاحصائيات بتقول هيبقى ماتش عادي والاهلي احتمال يفوز كمان. ازاي يا عم انت بتتكلم؟ ايوه زي ما بكلمك، لان احنا بنتكلم في النادي الاهلي. زي ما هتكلم على السلبيات هتكلم على ايجابيات عشان بس الناس تكون ايه فاهمه ان انا يعني مش طالع النهارده اخوف. بس في انباء بتقول ان في احتماليه ان كريستيانو يروح يلعب مع ميسي في كاس العالم للانديه. انتر ميامي ياخد كريستيانو على سبيل الاعاره كم شهر دولت ويلعب مع ميسي. وفي التوقيت ده الاهلي هيكون صفر اداء وصفر كل شيء لانه هيبقى مرعوب. الاهلي لما بيقابل الزمالك اللي هو تقريبا يعني ما علينا بيبقى مرعوب لدرجه انه انسحب في الماتش الاخير واحنا عارفين انسحب ليه. سيبك بقى من قصه موضوع الحكام الاجانب ده لان احنا كلنا فاهمينه وانت كاهلاوي فاهم. طيب ايه اللي هيحصل؟ في وجود كريستيانو مع ميسي الاهلي مش موجود. 7 اهداف اقل تقدير، كريستيانو يجيب له هدفين 3، ميسي يجيب له هدفين، باقي اللعيبه تروق على نفسها. طب انت جبت الكلام ده منين؟ الانباء بتقول كده، بتقول ان احتمال كريستيانو يلعب مع ميسي، وحاجه هتبقى صعبه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي السنه اللي فاتت، لا مش السنه اللي فاتت، من 3 سنين تقريبا لعب كاس العالم امام ريال مدريد. لما لعب امام ريال مدريد اتهزم تقريبا 4 ولا 5 اهداف تقريبا وجاب هدف من ضربه جزاء. طيب الهزيمه دي تبشرنا بحاجه؟ لا ما تبشركش بحاجه لان انت بقالك سنين تلعب وبتتهزم نفس الارقام تقريبا. فانت بالتالي كاهلاوي لازم تدعم فريقك بكل ما تملك. كل ما تملك ازاي؟ ان انت تفضل وراه ويستدعوا لاعيبه كبيره. لو رحنا باللاعيبه اللي معانا لاعيبه ممتازه ولاعيبه محترمه بس هنا في الدوري بتاعنا او في افريقيا، وفي افريقيا مش اللي هم. طب لو راحوا كاس العالم للانديه مش هتلاقيه. ما اصل انا هكدب عليك؟ انا ما بحبش اكدب، انا عامل القناه والصفحات دي اقول الحقيقه. واللي يزعل من كلامي يا جماعه براحته، انا بقول الحقيقه. اذا كان الزمالك ولا الاهلي ولا هغلط في ده ولا هغلط في ده، انا هقول لك اللي هيحصل والحقيقه يعني. ما بالنسبه للاهلي لو راح بفريقه هيتغلب، معروفه. مهما بص بقى راح عمل مفيش، هو ممكن يدافع بس يهجم مش هتلاقي عنده هجوم. طيب مين يجيب هجوم؟ يستدعي محمد صلاح ويستدعي عمر مرموش ويستدعي اسماء اكبر من كده شويه في الدوري الانجليزي، يجيبهم يدعموا النادي الاهلي ويركن بقى ايه باقي اللعيبه اللي هم في خط الهجوم دول على جنب. احنا عندنا الدفاع ممتاز بكل صراحه. ممتاز ازاي؟ لا انت معاك عاوز حسام عبد المجيد مع رامي ربيعه مع الراجل اللي بيلعب في غزل المحله اسمه ايه دوت الجزار. يبقى ال3 دول الدفاع يلعبوا قدام اي فريق في العالم ويغلبوه. بس لو رحت بالفريق اللي معاك الحالي على وضع دفاع وهجوم مغلوب. الكلام ده انا بقوله لك وهتحاسب عليه بعد ما تشوف ماتش الاهلي في اول ماتش ليه. لو الاهلي راح من غير تدعيمات قويه الاهلي مغلوب من 5 ل7 اهداف، بحد ادنى 3 اهداف. مغلوب مش هيجيب اهداف. طب ليه؟ انت عندك هجوم، انت بتهجم على دفاع. اذا كان في انتر ميامي ولا غيره بتهجم على دفاع يعني حيطه سد. فالحيطه السد اللي انت بتهجم عليها دي محتاجه تتهد. طب هتديها ازاي؟ بهجوم قوي. الهجوم اللي عندك ما يقدرش يهد الحيطه اللي هو السد ده. فهيتهد ازاي؟ يا اما هتجيب تدعيمات او لعيبه من بره تساعدك في كده. اما انت هتلعب باللي معاك مش هيعملوا اي حاجه. لو كريستيانو انا بقول لك راح مع ميسي انت مش هتبقى موجود وباللعيبه اللي معاك. طب الناس كانت بتقول لك طب ما الاهلي ممكن يجيب كريستيانو، مش هيقدر على الفلوس اللي هو عاوزها كريستيانو. كريستيانو هتلاقي انديه الدنيا بتفاوض معاه انه كريستيانو طالب مبالغ يعني كبيره خالص مبالغ فيها. فالاهلي بالنسبه له الميزانيه اللي عنده يعني ما تكفيش. بس لو الاهلي خد كريستيانو حتى لو اتهزم كفايه ان كريستيانو معانا في كاس العالم. لان احنا كلنا بقى عشان بس الناس ايه اهلي والزمالك كله هيشجع الاهلي في كاس العالم الى المتعصبين اللي هيشجعوا الفريق الثاني.
انا عن نفسي هشجع الفريق التاني، مش قصه ان انا اهلاوي ولا زملكاوي، لا، انا بقول الحقيقه. فبالتالي انت يا اهلي انا بقولها لك اهوت، لو رحت لعبت باللي معاك هتهزم، محتاج تدعيمات. خد بقى عندك اكتفى محمد صلاح، عمر مرموش، لاعيبه من الدوري الانجليزي بقى، نقي بقى مبابي، مش هتقول لي يا عم انت دي الحقيقه. غير كده مش هتكسب كاس العالم للانديه. والسلام عليكم.